كلنا عارفين أهمية الصلاة، وإن الصلاة هي الركن التاني في الإسلام، والصلاة عماد الدين، والصلاة دي هي الحاجة الأولى اللي العبد هيتسأل عليها يوم القيامة. يعني قبل ما تتسأل عن الدنيا وعن الفلوس وعن كل حاجة اللي أنت بتركز فيها، هتتسأل عن صلاتك اللي هي المفروض أهم حاجة، أولوياتك في الدنيا اللي هي بتكون أول حاجة في العبادة. فأنا هنا جمعت لك أشهر 5 أخطاء حصلت في الصلاة وبتحصل لحد دلوقتي علشان تخلي بالك منها. رقم واحد هو ترك الفراغات بين المصلين. للأسف كلنا واحنا بنصلي أحيانا بيقابلنا المنظر ده، وللأسف أصلا يعني احنا هنا في مصر وأغلبية البلد العربية أصلا بيكون غلط في الحتة دي بالظبط. المفروض أصلا الصح يكون كده. والحاجة اللي بتخلي الشخص يكون أشد حزن إنك لما بتيجي تنصح حد من المصلين إنه يقرب أو يسد الفرجات دي، بيكون زعلان اللي أنت بتنصحه وكده، اللي هو لا أنا كده صح، أنا عايز أوعدك. فاهم؟ دي حاجة تزعل أصلا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تزروا فرجات للشيطان، أمن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. خلي بالك إنك تكون دايما بتحاذي الصف، وإنك دايما تكون رجلك مساوية اللي جنبك، ما تسيبش فراغ خالص. رقم اتنين هي الصلاة السريعة. لازم تكون عارف ان الخشوع من اركان الصلاة، والطمأنينة برضو من اركان الصلاة. يعني انت هنا لازم وانت بتصلي يكون عندك خشوع وعندك طمأنينة كده في الصلاة، ما تكون صلاة سريعة، لان الصلاة السريعة دي اصلا ربنا عز وجل ممكن ما يتقبلش منك صلاتك. يعني انت كان ممكن تكون بتصلي بقالك 10 سنين صلاة سريعة، اللي هو الله اكبر بسم الله كده، دي كده ربنا ممكن ما يتقبلش صلاتك. فخلي بالك واطمئن في الصلاة، انت ما وراكش حاجة، يعني هما ال10 دقايق بتوع الصلاة دول انت ما وراكش فيهم حاجة. ثلاثة هو رفع القدمين عن الأرض عند السجود. يعني أحيانا وأنت بتيجي تسجد رجلك بتترفع غصب عنك زي الأشكال دي كده، والأشكال دي غلط أصلا. يعني أنت حاول تكون رجلك دايما على الأرض، علشان أنت لازم تكون رجلك دايما على الأرض، وكوعك وإيديك وكل حاجة اللي هم السبع نقاط دول لازم يكونوا دايما محاذين على الأرض، عشان دي ركن من أركان الصلاة. ورابع حاجة المفروض انك عارف ان ستر العورة في الصلاة ده شرط من شروط اتمام الصلاة. يعني الصلاة لو حصل فيها حاجة غلط من الشروط دي فالصلاة بتبطل. ستر العورة احيانا لما حد بيسجد ظهره بيبان او ركبته بتبان وهو بيركع وكده، فلازم تخلي بالك من النقطة دي جدا، عشان ستر العورة في الصلاة ده شرط من شروط اتمام الصلاة. وخامس حاجة هي تحريك اللسان والشفتين أثناء الصلاة. يعني إيه تحريك اللسان والشفتين أثناء الصلاة؟ يعني في ناس بتكون بتصلي كده الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، فاهم؟ دلوقتي كده هم بيحركوا لسانهم وشفتيهم، بيتدبروا الآيات وبيفكروا في الآيات دي، وده شرط من شروط الصلاة. وفي ناس تانية العكس، بيبدأوا صلاة والآيات بتكون جوه دماغهم، دلوقتي هم بيفكروا في الآيات مش بيتدبروها بيقرأوها. فأنت لازم تخلي بالك من النقطة دي. وكده دول 5 أخطاء الشائعة، وإياك تقع في واحدة منهم. زي ما اتفقنا ال5 حاجات دول هتخلي بالك منهم، ماشي؟ كل يوم فيديو الساعة 4، يعني بكرة الساعة 4 تكون هنا حاضر تتفرج على الفيديو، ماشي؟ واعمل لايك واشترك في القناة. وكان معاكم معاذ محمود، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. سلام.